السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنخلل مع بعض شوية فسيخ زبدة. واثقة ان شاء الله ان الطريقة هتعجبكم لانه هيبقى احلى كمان من بتاع الفسخين. يلا قومي الحقي كده وخلليه علشان تلحقي تاكليه في العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. يلا بقى عشان احنا ايه مستعجلين. هنا معانا انا كان معايا سمكتين بوري. كانت الوزن السمكة كان كيلو الا ربع. وكان في واحدة صغيرة كده ملكوش دعوة بيها. هي كانت تكملة الميزان. تمام. اي كمية سمك حضرتك تحبيها. بس بقى هنقول مواصفات السمك. لازم حضرتك يكون العين بتاعه بتلمع او عين السمك بيلمع قدامك، لازم يكون باصص لك كده وبيلمع. والخياشيم بتاعته تكون وردي، اللون الوردي. والسفة بتاعه كده ما ينزلش بسرعة، لا يكون ماسك على السمكة. والسمكة كده تكون ايه شكلها كده بتلمع وعجباكي زي ما حضراتكم شايفين كده. انا هنا معايا سمكتين. لازم تغسليهم كويس جدا. وميلي السمكة. اوعي السمكة تغسليها وهي وشها ليكي، لا ميلي السمكة عشان ما تدخلش فيها مية من جوه السمكة. ميليها وافتحي الخياشيم بتاعتها على ماء جاري كده. اي طين اي حاجات هتنزل منها كويس جدا تغسليها وتصفيها. وهنا بقى في فوطه، انا بقى يعني الفوطه دي مخصصه للفسيخ. جبت الفوطه وفردتها وحطيت كده السمك فيها، وهبتدي بقى بمناديل للمطبخ انشف كده في السمكيه. اقعدي كده نشفيها خالص. واقعدي كده افتحي الخياشيم وحطي كده مناديل عشان نسحب الدم، لان الدم ده هو اللي بيبقى الزفاره اللي بتبقى في الفسيخ او الزفاره اللي بتبقى في السمك. حضرتك لازم تنشفيه كويس جدا. وكل شويه تغيري المناديل تغيري المناديل. وبعد كده حطي مناديل جوه الخياشيم عشان لما نسيبه ساعتين. بصوا ما ينفعش نسيبه اكتر من ساعتين، لا 4 ولا 6 ولا الكلام ده، لان الجو خلاص ابتدى يبقى حر. فهو ساعتين حلوة قوي. حطي بقى المناديل وشغلي كده المروحة عليه وسيبيه. هيصفي اي دم فيه والمناديل هتسحب كمان الدم اللي فيه اللي احنا بنقول عليها الزفار. هاتي بقى يا ست الكل كده كوبايه من الملح سواء الناعم او الخشن. كله شغال. وحابه حضرتك تحطي معلقه شطه، ده اختياري. حابه يبقى بالملح بس بيبقى زبده برضو. وامسكي كده السمكيه الاول، اعملها شويه مساج كده من عند الظهر، او حضرتك تيجي جنب البطن من عند الديل كده من ورا بظهرها كده. اقعدي كانك بتكسري في العظم بتاعها، اقعدي كده كانك بتعملي لها مساج، اضغطي عليها عشان نطري اللحم من جوه. حلو كده. وامسكي بقى السمكية من عند الخياشيم. حطي كده فيها. ومن عند البق كده افتحي البق الاول وكأنك بتزغطي بط. شفت حضرتك بتزغطوا البط ازاي؟ اقعدي افتحي كده في البق واحشي فيه. ومن الخياشيم هنحشي فيه الخلطة اللي احنا قلنا عليها، الملح بمعلقة شطة. بس كده حضرتك بقى هتجيبي اكياس. لازم تتعبي كده وانتي بتلفي في الفسيخ، يعني مش كيس واتنين وتلاتة، لا ما تعديش يعني.